على وقع إعلان وزير الصحة جمال الحربي دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ منتصف شهر فبراير المقبل، نشرت جريدة الراي قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها الصحة، والتي سجلت زيادة في الرسوم تصل إلى حوالي 500% للوافدين، وتزيد عشرات الأضعاف للقادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة. ووصل علاج الأورام إلى 5000 دينار للزائر مقابل 500 دينار للمقيم، بعد أن كان السعر القديم 100 دينار فقط. وزاد علاج السرطان أو سرطان العظام بالنظائر المشعة وأورام الغدة العصبية إلى 1000 دينار مقابل 500 للمقيم، بعد أن كان السعر القديم 50 دينارا. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد الجناعي. أولا دكتور محمد، ما رأيكم بأسعار هذه القائمة في حال صدرت بشكل رسمي مقارنة مع القطاع الخاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية ما أقدر أقول أن هي الأرقام هذه رسمية، لأن لحد الآن الوزارة لم تصرح بهذه الأرقام، لكن صرحت بشكل واضح أنه سيكون هناك زيادة في الرسوم الصحية على الوافدين، لكن ما هي الأرقام بالضبط لحد الآن غير معلومة، لأن لم تطلع ما طلعت من الوزارة بشكل رسمي. لكن بشكل عام إذا اعتبرنا أن هذه الأرقام هي الأرقام الصحيحة، لابد أن يكون في شغلتين ماخذينهم في عين الاعتبار في زيادة أي أسعار، أن تكون مبنية على دراسة، هذا أولا. ثانيا لازم يحطون في بالهم الوزارة أن لابد أن مقابل هذه الزيادة لابد أن يكون هناك تحسين للخدمة المقدمة أكيد. إذا كان هذه الشغلتين في مأخوذ يعني في عين الاعتبار، أنا أتوقع الزيادة ممكن تكون يعني الرأي يكون صحيح. طبعا الزيادة بشكل عام أنت شايف الزيادات قاعد تمس المواطن والمقيم، لكن إذا تكلمنا بشكل دقيق طيب على هذه دكتور محمد، في حال صدرت فعلا هذه الأرقام من وزارة الصحة أن هذه الزيادات حقيقية، هل ستنعكس هذه الزيادات على المستوى الصحي في الكويت؟ هل سنشهد تطورا؟ أي زيادة في الرسوم لابد يعني مقابلها يكون هناك زيادة في تحسين الخدمة، لكن تزيد زيادة في الأسعار وخدمات تكون في نفس المستوى، طبعا هذا راح يكون شيء معيب في القرار هذا أكيد. طيب، والزيادات هذه يعني توازي أو تقارب أسعار القطاع الخاص، فهل سيكون هناك يعني توجه للقطاع الخاص، وهل سينتعش القطاع الصحي الخاص إذا أقرت هذه الزيادات؟ ضروري، يعني يمكن هذا من الأمور اللي القرار يقصدها، أنه ينعش القطاع الخاص بحيث أن الأرقام راح تكون مقاربة للقطاع الخاص. نعم. الجمعية الطبية دكتور محمد، يعني هل لها أي دور رقابي أو استشاري فيما يتعلق بأسعار الخدمات الصحية؟ الجمعية الطبية لها دور رقابي واستشاري بقضايا كثيرة، خاصة في القضايا التي تمس الأطباء والخدمة الصحية. احنا لنا مشاركات مع وزارة الصحة في كثير من اللجان الوزارية، ممكن يكون لنا آراء في بعض الأمور يتم توصيتها من ناحية إدارة الجمعية إلى وزارة الصحة. نعم. لكن هذه الزيادة اللي قاعد نتكلم عنها لم يؤخذ يعني رأي الجمعية، لكن أنا بشكل عام يعني هذه أمور يمكن تمس الوزارة، لكن احنا توصيتنا أن تكون هذه الزيادة أو الأرقام الموجودة لازم تكون مبنية على دراسة دراسة جدوى على هذه الأرقام، ولا بد أن يوازيها تحسين في الخدمة المقدمة نعم. الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد الجناعي، شكرا لك. جملة